شي وحدين كيعتقدوا أن رئيس الفيفا يحابي المغرب، ولهذا السبب وضعه ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم. لنفترض أن رئيس الفيفا قالها من باب المجاملة، فهل أيضا توني كروس وروماريو ولويس إنريكي وتيري هونري ومدرب إسبانيا ومدرب البرازيل الذين وضعوا المغرب ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم يحابون المغرب؟ كروس وضع المغرب ضمن 4 منتخبات مرشحة للفوز بكأس العالم. مدرب إسبانيا قال أن المغرب قد يفاجئ الجميع من جديد ويتوج باللقب. والقائمة سمعوا كيفاش عمدة نيويورك متشوق لمباراة المغرب ضد البرازيل في كأس العالم. عمدة نيويورك زهران مامداني قال اليوم عندنا فرصة مذهلة، أكثر بطولة مشاهدة في العالم غتكون عندنا هنا في نيويورك سيتي ونيوجيرسي. من دابا كيوقفوني الناس ديال نيويورك في الزنقة بغاوني ندبر ليهم في التذاكير. واحد سولني كيفاش ممكن يدبر في تذاكير المغرب والبرازيل، قلت ليه هنا براسي كنقلب.